النقاط الثلاث وحدها الكفيلة بمرور المنتخب الوطني إلى ربع الكأس الإفريقية، وما عدا ذلك سيدخل الفريق في حسابات ضيقة لطالما اقترن مصير الكرة المغربية بها. عناصر الطوس تدرك في حصصها التدريبية أن ما ينتظرها يوم غد ليس بالسهل. صراحة تسجيل هدف وحيد في مباراتين ليس برصيد جيد لمنتخب كبير في عالم كرة القدم. نحن بحاجة إلى تطوير خط هجومنا، وآمل تقديم كل جهودنا في المباراة الأخيرة وانتزاع الفوز. المنتخب المغربي عليه تجاوز أخطاء المباراتين السابقتين هجوميا ودفاعيا، وكذلك على مستوى وسط الميدان. الإصلاح الشامل لبنية الفريق هو الشرط الأساسي للعبور. كنظن بان المقابلات اللي دارنا بهم في مع انغولا بدرجه اقل، ولا مع الراس الاخضر اللي يعني ما كانتش في المستوى، ما كانتش في مستوى التطلعات ديال الجمهور المغربي. فبهذه المقابله غتكون مقابله ديال الحسم، يعني اما نكون ولا ما نكونوش في هذه المقابله. مباراة المنتخب المغربي وجنوب افريقيا مباراة تأهل او اقصاء، والمصير ستحدده العناصر الوطنية واداؤها امام منتخب البلد المضيف الذي لم يسبق للمغرب ان انتصر عليه.